السلام عليكم. مع احترامي لكل الطرق، دي ألذ طريقة لعمايل القلقاس. أيوة معلش، لأن دي أكلتي المفضلة، فأنا عارفة أنا بقولكوا إيه. وأساس القلقاس إن الشوربة بتاعته تكون خطيرة، وعشان تعملي شوربة للحمة خطيرة هقولك إزاي دلوقتي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتحطولي لايك على الفيديو. استخدمت الحلة الضغط وحطيت فيها مكعب من الزبدة، وحطيت عليهم بصلاية متقطعة مكعبات. أول ما الزبدة تسيح نزلت البصلاية، يا دوب البصلاية بس دقيقة على النار كده. هنزل عليها بالبهارات الصحيحة وهي لورا وحبهان بس، وهحط عليهم اللحمة، وهفضل أقلب كويس على النار لحد ما اللحمة لونها يتغير. مش هستخدم توابل كتير في الوصفة، هو الفلفل الأسود لو عايزة تزودي ممكن تحطي بهارات مشكلة. هقلبهم كده كويس تاني مع بعض، وهكون حاطه ميه على النار تغلي، وهنزل عليهم بالميه لحد ما الميه تغطي اللحمه، واوصل للحد بتاع الحله الضغط. ما هو الخط ده علشان ما عديش فوقيه السوائل علشان الحله ما تنفجرش. هغطيها بقى وهحطهم على النار لحد ما اللحمه تستوي، بتاخد معايا حوالي ساعه الا ربع. عندي قلقاسية حوالي 2 كيلو، وده شكل القلقاس بيبقى بالشكل ده كده. عشان في فيديوهات كتيرة ما قلت فيها قلقاس ما كانتش في ناس مش عارفاه، انا مش عارفة اسمه ايه في البلاد التانية، بس هو اسمه قلقاس. هقشره كده، ودي من الخطوات الصعبة خالص لانه بتبقى قشرته ناشفة، مش بيتغسل، لانه لو اتغسل بينزل مادة لزجة كده ويبقى ملزق في ايدك مش هتعرفي تستخدميه. فاكتفي بان انت تمسحيه بمنديل كده، تشيلي عليه الشوائب بس مكان ما انت قطعتيه. بس قطعيه بقى، التقطيع بتاعه جامد شوية فالسكينة تكون حادة. قطعيه نصين كده، بيسهل التقطيع بتاعه. وبعد ما تقطعيه شرايح هتقطعيه صوابع ومكعبات صغيرة. قطعي بالحجم اللي انت عايزاه، انا قطعته مكعبات كلها بسوا بعض عشان كلها تاخد سوا مع بعض، تاخد نفس السوا. الكمية كانت كبيرة فجبت كيسة وخدت نص الكمية وعنتها في الفريزر، بيتخزن زي ما هو كده من غير ما يتعمل له اي حاجة تانية، هو بس بتحطيه في الكيسة وتعينيه في الفريزر وتطلعيه وقت الاستخدام. وزعيه في الكيسة كده بحيث ان هو ما يبقاش فوق بعضه، وقفلي الكيس وحطيه في الفريزر. هجهز بقى بقية المكونات اللي هعمله بالكزبرة. الكزبرة اللي هي بتبقى فروعها مشرشرة من بره كده، الفرق ما بينها وما بين البقدونس، البقدونس بتبقى الورقة بتاعتها طويلة، والبقدونس بتبقى عاملة زي المروحة. الكزبرة بتبقى عاملة زي المروحة. قطعتها قطع صغيرة، وهجهز عندي حوالي 5 6 فصوص من الثوم. اللحمة عندي كانت استوت، طلعت البخار منها والهواء. هنزل عليها بقى بالملح بتاعي، لان انا ما مش بنملح اللحمة الا في الاخر عشان الملح بيأخر السوا. واحط عليهم القلقاس اللي احنا قطعناه. هقلبهم كده شوية مع بعض عشان اشوف الشوربة بتاعتي مظبوطة مع القلقاس ولا هحتاج ان انا ازودها. لقيتها كده تمام مظبوطة. القلقاس يعني متغطي بيها كويس، مش عايزة ازيد من كده. هحط بقى معلقتين من الصلصة بتدي لون للشوربة حلو. وهغطيهم كده مع بعض واحطهم على النار لمدة ربع ساعة. احنا مش عايزين القلقاس يتستوي جامد، عشان القلقاس لما بيتهرى بيفرفت في الاكل، فعايزين اللي هي كل قطعة بقطعتها بحالها. في الطاسة حطيت مكعب من الزبدة، هنزل عليه بالكزبرة والثوم مع بعض، وهقلبهم مع بعض كده هيهبطوا من الهيشان ده. وافضل اقلب فيهم على النار لحد ما الثوم يبدأ ياخد معايا لون ويستوي. بتعرفي ان الثوم استوى ازاي؟ بتلاقيه اخد لون كده وتضغطي عليه تلاقيه بدأ يتهرس. سبته شوية على النار لحد ما البقدونس الكزبرة اخدت لون خفيف، والثوم حسيت ان هو استوى. بعد كده هرسته بالشوكة كده بحيث ان هو ما يبقاش صحيح في الاكل. بعد ما القلقاس استوى شلت منه الورق اللورا كده، ونزلت عليه بقى بالبقدونس اللي احنا عملناه. شوفي درجة التسوية، مش مهرية بس مستوية، لو دقتيها هتلاقيها دايبة في بقك وفي نفس الوقت مش مهرية. فخلي بالك من القلقاس لانه بيستوي بسرعة. اخدت كده من الشوربة وحطيت على الكزبرة، ونزلتها كلها في الحلة وقلبتهم كويس مع بعض. ويا دوب اديته بس دقيقة على النار ياخد غلوة واحدة علشان الطعم ياخد من بعضه، وطفيت عليه. ريحة الكزبرة وهي على النار بتتعمل ريحتها تجنن، ولما بتتحط على القلقاس مع اللحمة والشوربة فظيعة فظيعة. لازم تجربوه بالطريقة دي.
دقيقة بس على النار وخلاص كده بقى جاهز معايا. تعملي جنبه بقى رز وبقى خس، جرجير، اي خضروات عندك، واساسي طبعا مع الرز. الريحة تجنن، واللحمة دايبة طبعا عشان معمولة في حلة الضغط، والشوربة بتاعته طبعا شوربة لحمة فطعمها فظيع. خطير يا جماعة، لازم تجربوه. وبس كده جهز القلقاس معانا. لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، شكرا ليكم ان انتم اتفرجتم للاخر، وما تنسوش تقولوا رأيكم في الوصف.